هاي جايز، شايفين فرع اوراق الشجر ده؟ ما تيجي نعمله النهارده باستخدام حاجه واحده بس، وهي خيط الكروشيه. كنت عامله قبل كده نفس الفيديو ده من زمان بس باستخدام الورق والوان الميه، بس على حسب طلب متابعه جميله عندي قالت لي اعملي بخيط الكروشيه بس، فهنعمله فيديو النهارده. فلو حبيتوا الفكره تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وكمان اعملوا سبسكرايب لو انتوا مستجدات في القناه. بس يلا بينا نبدا الفيديو. الادوات، اول حاجه هنحتاجها وهي بكره خيط كروشيه لونه اخضر، اكيد مش لازم يكون نفس النوع، اي نوع متوفر عندكم، وابره كروشيه مقاسها 4.5 او 4 مللي. انا هستخدم 4.5 مللي. ولو انتوا اول مره تجربوا كروشيه ما كنتوش مجربينه قبل كده فما تخافوش، فيديو النهارده هيكون فيه شرح بالتفصيل ازاي نعمل الفرع ده. هنبدا اول حاجه نعملها هي عقده البدايه. هنخلي طرف الخيط الطويل في ايدينا اليمين والقصير في ايدينا الشمال. هنحط طرف الخيط الطويل على القصير بالشكل ده، وطرف الخيط الطويل هنلفه كده تحت العقده اللي احنا عملناها دي، وهنشده لبره بالطريقه دي. كده احنا عملنا عقده البدايه. ازاي نمسك الابره؟ الحته دي مهمه جدا وبالنسبه للمبتدئين لازم يتعلموها. بحط الابره كده جوه الحلقه وبشد الحلقه شويه بس مش جامد قوي، عشان تقدر الحلقه انها تتحرك بسهوله خلال الابره. دي الطريقه اللي انا بمسك بيها الابره. بايدي اليمين بستخدم صباعي الابهام والسبابه اللي انا امسك بيها الابره. في ناس بتمسكها بكده بس انا بحب ان انا امسكها بالطريقه دي احسن. وبايدي الشمال بمسك بالابهام والصبع الاوسط العقده دي عشان اقدر ان انا اثبت الخيط، عشان مش عارفه اشتغل وانا مش مثبته العقده دي. وبرده في ايدي الشمال برفع السبابه عشان اشد الخيط، مش بشده قوي يعني بس بشده شويه عشان اعرف اشتغل بالخيط. وبس هي دي مسكه الابره. ازاي نعمل غرزة السلسلة؟ بلف الخيط حوالين الابرة وبعد كده بشد الخيط بالسنارة بتاعة الابرة واطلع بيها من الحلقة الصغيرة دي كده سلسلة واحدة معانا شكلها عامل زي الضفيرة. غرزة السلسلة دي اساسية معانا في اي شغل. هنبدأ ان احنا نشتغل في الفرع. اول حاجة هنعملها هي 10 سلاسل. بعد ما اخلص ال10 سلاسل هبدأ اني اعمل كمان 7 سلاسل فوق ال10 سلاسل اللي انا عملتهم، عشان دول هيكونوا طول الورقة اللي احنا هنعملها. فبنعمل ال7 سلاسل دول عشان نبدأ في اول ورقة، فده هيبقى طول الورقة. هنشتغل كالتالي بنفس ترتيب الغرز دي، وهعلمكم ازاي كل غرزة بتتعمل. هنبدأ بطرف الورقة هنعمل غرزة منزلقة. أول سلسلة بنسيبها وبندخل في تاني سلسلة. عشان نعمل غرزة منزلقة في تاني سلسلة بندخل الإبرة في تاني سلسلة، وبعد كده بنسحب الخيط وبنطلع الخيط ده من السلسلة اللي دخلنا منها، وفي نفس الوقت بنسحب الخيط ده كمان مرة من الحلقة اللي كنا داخلينها. كده عملنا غرزة منزلقة. في السلسلة التالتة هنعمل غرزة نص عمود. هنلف الخيط حوالين الإبرة قبل ما ندخل في السلسلة، وبعد كده بندخل في السلسلة وبنسحب الخيط من السنارة بتاعة الإبرة وبنطلع من السلسلة اللي كنا داخلينها. هنلاقي عندنا 3 حلقات. هنلف الخيط كمان مرة حوالين الإبرة وهنسحب الخيط من ال3 حلقات بالشكل ده. وبس كده عملنا غرزة نص عمود في تالت سلسلة. في السلسلة اللي بعدها اللي هي رابع سلسلة هنشتغل غرزة عمود بلفة. هنلف الخيط حوالين الإبرة وهندخل في السلسلة الرابعة وهنسحب الخيط من السلسلة. هنلاقي عندنا 3 حلقات. هنلف الخيط كمان مرة وهنطلع من الخيط بس من حلقتين بس. وبعد كده هنلاقي عندنا حلقتين. هنلف الخيط كمان مرة وهنطلع من الحلقتين الباقيين، وبكده بنكون عملنا غرزة عمود بلفة. في السلسلة اللي بعدها اللي هي السلسلة الخامسة هنعمل غرزة عمود بلفتين. اسمها هنلف الخيط لفتين حوالين الإبرة، وبعد كده هندخل في السلسلة وهنسحب الخيط وهنطلع من السلسلة. هنلاقي عندنا 4 حلقات. هنلف الخيط كمان مرة حوالين الإبرة وهنطلع من سلسلتين 2 بس. بعد كده هنلاقي عندنا 3 حلقات. هنلف الخيط كمان مرة وهنطلع من سلسلتين بس. بعد كده هنلاقي حلقتين اخرانيين. هنلف الخيط وهنطلع من الحلقتين دول، وبكده بنكون عملنا غرزة عمود بلفتين. بعد كده في السلسلة السادسة هنشتغل غرزة عمود بلفة زي ما اتشرحت قبل شوية. وبعد كده في السلسلة السابعة اللي هي اخر سلسلة بالنسبة لطول الورقة بنعمل غرزة نص عمود. ده كده نص الورقة زي ما ملاحظين. هنكمل النص التاني. هنلف الورقة بالطريقة دي. هنلاقي عندنا 5 سلاسل هنشتغل فيهم. دول كده شكل السلاسل بيكونوا ملولوين كده، فهنشتغل فيهم. هما دول السلاسل اللي هندخل فيها. اول سلسلة هنعمل فيها غرزة نص عمود. هنلف الخيط وهنطلع من ال3 حلقات. وتاني سلسلة هنعمل عمود بلفة، وتالت سلسلة هنعمل عمود بلفتين، وهكذا رابع سلسلة عمود بلفة، واخر سلسلة اللي هي خامس سلسلة هنعمل غرزة نص عمود. يعني بنفس التسلسل اللي كنا ماشيين بيه في نص الورقة اللي قبل كده هنعمله برضو في نص الورقة التاني عشان نكمل الورقة كاملة. انا هنا وصلت لاخر سلسلة اللي هي خامس سلسلة وبعمل غرزة نص عمود.
لما نخلص الغرزة دي هنلاقي نفسنا وصلنا لطرف الورقة كمان مرة. هنعمل غرزة منزلقة في السلسلة اللي بعديها على طول. هندخل الإبرة في السلسلة وهنلف الخيط حوالين الإبرة ونسحب الخيط من السلسلة، وفي نفس الوقت هنسحب الخيط من الحلقة اللي كنا داخلين فيها، وبكده بنكون كملنا الورقة كاملة. ده شكلها. الخطوة دي مهمة جدا، عايزين نوصل الإبرة من طرف الورقة لحد قاعدة الورقة عشان نقدر نكمل الفرع ونعمل سلاسل أكتر. فهنعمل كده ازاي؟ هنعمل غرز منزلقة في الفتحات اللي بتبقى في نص الورقة اللي انتوا شايفينها دي. هندخل الخيط في كل فتحة وهنلف الخيط حوالين الإبرة من تحت الورقة وهنسحب الخيط، وفي نفس الوقت هنسحبه كمان مرة من الحلقة اللي كنا داخلين فيها، وبكده بنكون عملنا غرزة منزلقة. هنعمل كده في كل الفتحات لحد ما نوصل لقاعدة الورقة. لحد ما نوصل لقاعدة الورقة هندخل الإبرة في أي سلسلة موجودة في نص قاعدة الورقة، وليكن مثلا السلسلة دي هنعمل فيها غرزة منزلقة. هنلف الخيط حوالين الإبرة ونطلع من السلسلة، وفي نفس الوقت هنطلع من الحلقة، وبس. ده شكل الورقة بتاعنا. بعد كده هنكمل باقي الفرع. هنعمل 10 سلاسل. ال10 سلاسل دول هيكونوا المسافة ما بين كل ورقة والتانية. لو عايزين تخلوا المسافة كبيرة كتروا عدد السلاسل أو قللوها لو عايزين تكون المسافة قليلة. ده الشكل التمهيدي للفرع. بعد كده هنعمل نفس ال7 سلاسل بتوع طول الورقة التانية. هنعمل برضو بنفس الخطوات اللي كنت قايلها لكم قبل كده ازاي نعمل الورقة كاملة، وهتكرروا نفس الخطوات لحد ما توصلوا للطول اللي انتوا عايزينه. في ملاحظة، في شكلين من الورق، شكل عامل مثلث وشكل كده مقعر. الفرق الوحيد هو لما بنوصل لطرف الورقة وبنعمل غرزة منزلقة بنعمل كمان فوقيها سلسلة كمان، يعني بنرتفع بسلسلة واحدة. ده بيخلي الورقة يكون شكلها مثلث اكتر. لو عايزين تعملوا الشكل ده عادي او الشكل ده. لما ننهي الشغل بنسيب كده مسافة كويسة من الخيط عشان نقدر ان احنا نعلق الفرع، وبنسحب الابرة من الخيط بالطريقة دي. لو عايزين تعملوا عقدة اوكي، وبس احنا كده خلصنا الفرع كله. وبجد شكله في الاخر طالع حلو قوي، وبيضيف كده لمسة حلوة قوي للأوضة او لأي مكان انتوا عايزين تعلقوه فيه. انا الصراحة علقته في الصالة، بجد كان شكله حلو قوي. حاولت اني اشرح على قد ما اقدر ازاي بنعمل الفرع ده، فيا رب يكون الشرح مبسط وتكونوا كمان فهمتوا واستفدتوا من الفيديو. قولوا لي رايكم تحت في التعليقات، وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.